مشهد شفته دمعت له عيناي، شفته أكتر من مرة. في معاني كتيرة جدا اللي دايما أقول لك عليه عن جمال وصفات الشعب المغربي. واحد من بوركينا فاسو، من الناس اللي موجودة هنا في المغرب اللي بيبيعوا ويشروا في الشارع، بيمشي معاه دليات وحاجات كده يبيعها في الشارع. واحد من بوركينا فاسو على قد حاله واقف قدام مقهى ومطعم بيتفرج على المباراة بتاع بلاده، بيشجعها بس من بره، معهوش يدخل يقعد ويشرب كاس قهوة، معهوش، على قد حاله. فواقف يتفرج من بره، فمغربي شافه، لاحظ ان ده واقف بقاله فتره وهو عمال متحمس مع الكوره، وواقف ماسك البضاعه السلعه بتاعته اللي بيبيعها. فالمغربي شافه فراح له، قال له اقعد اشرب اللي انت عايزه. فدخل مسكين ممتن، فقال له اجلس، نادى على السربيه قال له هات له اللي هو عايزه، ومشي. هو يبدو عنده محل ولا حاجه تاني، رجع يشوف محله وسابه بقى يتفرج براحته ويشرب. فبعد فتره رجع المغربي تاني يشوفه عمل ايه، وجاب له سيده بتتكلم فرنسي، لان هو المغربي مش عارف يتكلم معاه فرنسي، فجاب سيده بتكلمه فرنسي، كلمته فرنسي، لقت واحد جاب له اكل وخلص عليه ومشي. يعني لقى ناس تانية عملت معاه الواجب غيره. هو دخله عشان يدفع له الحساب ويكرمه، لقى ناس تانية اكرمته لوحدها. ليه؟ من بوركينا فاسو. انا شفت المواقف دي كتيره واشهد بيها ودائما اشهد بيها، لكن تمر الاحداث وتيجي الدنيا تراهن على الايام، فتوري الناس ما تقوله انت، فيكتشفوا انك لم تبالغ، بل انك قصرت في ان تظهر الحقيقه. شوف يا اخوان، واحد خينا كيشجع بوركينا فاسو، واحد المهم هو تا هو من الجاليه ديال هنايا كيبيعوا يشريو من قويله شي ساعه هو واقف كيتفرج في الزنقه. نمشي ناخذ ليه شي قهوه ونجلسو، كرم الضيافه ديال المغاربه. Bonjour. Ça va? Ça va. Sit down. Sit down. Yes. شي ساعة وقت. أعطي شنو بغا، أعطي شنو. صافي. تاكل. وفي هذه اللحظه مسكين عاودت رجعت عنده، جبت معايا واحد السيده كتهضر بالفرنسيه مزيان. قلت لها قول لي واش بغى ياكل، قلنا ليه واش بغيتي تاكل، قال لنا لا راه واحد السيد خلص عليه. لقينا واحد السيد الله يجازيه بخير حتى هو خلص عليه الماكله وشرب. وشيرشي كوا ترباية بولو. كيقلب على خدمة. ترافاي. وي ترباية. Travaillez quoi, vous faites quoi? Nous, moi c'est commerçant ambulant. كوميرسيال في المدينه. Ambulant. D'accord. المهم المسكين بيقلب على خدمه، اكرموه اكلوه ورجع تاني عشان يخلص، لقى واحد تاني خلص. هم كده، اقسم لك بالله، بل انني لم انقل الحقيقه كامله، دي جزء من الحقيقه، ولا كل ما اقوله هي اجزاء من الحقيقه. زي الفسيفساء كده، الصوره دي عباره عن اجزاء زي الزليج كده، فسيفساء بتتحط جنب بعضها تظهر الصوره الكامله. الى الان لم نظهر الصوره كامله ولا نستطيع ان نصفها، لان فيها جماليات كثيره وهذا ما قلته كثيرا، لكن بنوريك ملامح وكون انت الصوره مع نفسك. الصوره الكامله للمغرب أزعم أن لا أحد يستطيع أن ينقلها مهما تحدث لسنوات، إنما هي ملامح لشخصية المغرب، التي أيضا عملت فيديوهات كثيرة تحت اسم شخصية المغرب في محاولة لإظهار هذه الشخصية الجميلة والطيبة اللي في الناس. هم كده، أقسم لك بالله، شعب حنين وطيب وجميل، ما تسخاش بيه طول ما أنت ماشي في الشارع تشوف تلمس اسألني أنا. فبالتالي عندما تجدني بهذه المشاعر فاعلم أن لها سبب، واعلم أني رأيت هذا في الشارع مش على الفيديوهات. الفيديوهات دي أنا بوريها لك، لكن أنا عشتها وأعيشها يوميا 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 بمختلف الأشكال ومختلف الألوان، وأرى هذه المعاني في الشارع لا ندعيها. مرة من ضمن المواقف كنت في أجادير مع صديقي رشيد ابن أجادير، الذي معه رأيت الأجادير وأحببت السوس بطريقة تانية خالص. هو اللي وداني مدرسة سيدي وجاج لأول مرة في منطقة أجلو، هذه المدرسة العتيقة. أول من وداني ليها كان سي رشيد، ربنا يديله الصحة، وطبعا دورني أجادير كما ينبغي، هو طبعا وصديقي مارسلي وناس كتيرة جدا.
مره قاعد انا وسي رشيد، قال لي تعالى اما اغديك، هوديك مكان حلو قوي ما عندكش فكره. يلا، عرض عليا، رحنا نتغدى قاعدين، عدى علينا واحد سنيجالي من دول اللي معاه دلايات وخواتم ومش عارف ايه وحاجات كده. بس رشيد قال له تعالى، بالفرنسي طبعا بيتكلموا فرنسي. قال له تعالى. منين؟ قال له من السنغال. قعد يتكلم معاه، بتعمل ايه هنا؟ قال له ببيع واشتري ده مش عارف ايه. رشيد قاعد ياخد خواتم بطريقه مش بتاعت حاجه عجباه، ده اللي بيجي قدامه يهز، هز كام حاجه كده، بيهز وخلاص، بيشيل وخلاص، مش حاجه عجباه يعني، مفيش حاجه عجباه، لا هو عمال يشيل، ارى هادي ارى هادي ارى هادي ارى هادي. فقال لي خد لك خاتم. قلت له خاتم ايه انا؟ خاتم خواتم فيها جماجم، حاجات بتاع الشباب الصغير. خد لك حاجه. قلت له لا مش عايز حاجه. قال لا والله خد لك حاجه. قلت له يا سيدي مش عايز والله شكرا. هو قام جامع شويه دلايات على شويه خواتم، وقام مطلع فلوس وقام مديها له كتيره، وقال له لا صافي خلاص شكرا. فبعد ما مشي قال لي دول غلابه مساكين يعني، وبعدين بينا وبينهم علاقات طويله، والسنغاليين طيبين بيحبونا، وبينا وبينهم علاقات من زمان يعني. انا شفت ده كتير يعني، ينادوا عليهم في الفيروجات، ينادوا عليهم يقولوا تعالى يجي